بيبتدي فيلمنا بتاع النهاردة ببنوتة صغيرة اسمها ميرابيل قاعدة مع جدتها، وجدتها كانت بتوريها المعجزة اللي عيلتها بتمتلكها، وكانت عبارة عن شمعة، والشمعة دي بقى قصتها انها جواها سحر وبتدي لكل فرد من افراد العيلة قدرة مختلفة عن التاني. فبتبدأ تسألها ميرابيل عن مصدر وجود الشمعة، فبتبدأ الجدة تحكي لها وبتقول لها انهم زمان هي وجوزها واولادها التلاتة كانوا اولادها لسه صغيرين واضطروا ان هم يهربوا من البيت، وناس كتير كمان هربت من المكان ده بس ما كانوش لاقيين بيت تاني يحتويهم، فالاب اضطر انه يضحي بنفسه علشان يأمن مراته وعياله. واول ما حصل كده اتحولت الشمعة اللي معاهم لشمعة سحرية وعملت لهم بيت كبير جدا، وكمان البيت كان متحرك علشان يساعدهم على انهم يعيشوا فيه ويلبوا كل طلباتهم. ولما الولاد كبروا شوية الشمعة ادت لكل واحد فيهم هدية، ولما كبروا واتجوزوا وخلفوا كل واحد من الاولاد الصغيرين لما كان بيكبر شوية كان بياخد قدرة سحرية برضه، وان الدور جه عليك يا ميرابيل علشان تاخدي القدرة السحرية بتاعتك، واللي انا متأكدة انها هتكون مميزة زيك وعايزاكي تخلي العيلة تفتخر بيكي. وبعد كده بنشوف ميرابيل بعد ما كبرت وهي نازلة من على السلم، والبيت السحري بيساعدها على الحركة بسهولة، وبيجي اطفال القرية وبيسألوها ايه القدرة السحرية بتاعتك، فبتبدأ انها تغني وتشرح فيها القدرات السحرية بتاعت عيلتها، وبتبتدي بخالتها وبتقول انها بتقدر تتحكم في الطقس على حسب مزاجها، وخالها برونو شاف مرة المستقبل واختفى بعدها ومش عارفين مكانه من وقتها، وممنوع ان اي حد يجيب سيرته او يتكلم عنه. ومامتها بتعالج الناس عن طريق اكلات بتعملها، واختها ايزابيلا اللي بيبقى عندها قدرة سحرية انها بتعمل ورد في اي طريق بتمشي فيه، واختها لويسا قوية جدا وتقدر تشيل اي حاجة ومش بتحس بتقلها، وبنت خالتها دونارس بتسمع دبة النملة، وابن خالتها بيحول نفسه لأي شكل هو عايزه. وبتقول لهم وهي بتغني ان كل القدرات اللي الشمعة ادتها لهم دي بيستخدموها لمساعدة الناس، وبتفضل تتكلم على كل قدرات عيلتها الا قدرتها هي. فالاطفال بيبدأوا يزنوا عليها لكن هي بتحاول تتهرب منهم، فالجدة بتيجي في الوقت ده وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه، فالاطفال بيقولوا لها ان هي بتقول لهم على قدراتها السحرية، فبتطلع دونارس وبتقول لهم ان هي ما عندهاش قدرة سحرية، فالاطفال بتتصدم وبيبصوا لها بحزن، فبتقول لهم ان هي مش زعلانة وانها مميزة حتى لو ما عندهاش قدرة سحرية. واليوم ده بقى بيكون مميز لان ابن خالتها انطوني جه الدور عليه علشان الشمعة تديله هدية وتديله قدرة سحرية جديدة، والكل بيكون بيجهز لليوم ده وفي توتر جامد لان ده اول احتفال بعد اللي حصل مع ميرابيل. وبنشوفهم وهم بيزينوا المكان، واختها ايزابيلا بتكون متكبرة جدا عليها وبتتريق على اي مساعدة بتعملها ميرابيل، لكن ميرابيل مش بتهتم بيها وبتكمل الزينة. واول ما الجدة بتيجي بتتوتر ميرابيل وبتتخض، فبتقع الشمعة على الزينة وبتولع في الزينة، فجدتها بتقول لها انا متفهمة جدا ان انت بتحاولي تساعدينا بس انت لازم تروحي ترتاحي وما تعمليش حاجة علشان انا عايزة اليوم يعدي بسلام ويكون مثالي، لان الناس كلها معتمدة عليهم وعلى قدراتهم السحرية، فافضل مساعدة ممكن تقدميها انك تروحي ترتاحي وتسيبينا نكمل. فبتزعل ميرابيل وبتدخل على اوضة انطونيو وبتبدأ تدور عليه وبتلاقيه تحت السرير وبيكون متوتر جدا، فبتحاول تطمنه وبتقوله ان اليوم هيبقى جميل ومميز وهيجيلك قدرة سحرية جميلة جدا، فبيقول لها افرضي ما اخدتش انا كمان هدية من الشمعة، فبتهزر معاه وبتقوله كده هنفضل قاعدين في الأوضة مع بعض للأبد. فهو بيقول لها انا كنت اتمنى ان يكون ليكي باب وقدرة سحرية، فبتقوله ما تقلقش عشاني انا فرحتي ان يجيلك قدرة سحرية وتبقى لايقة عليك، وبتديله هدية لعبة على شكل حيوان عشان هو بيحب الحيوانات جدا. فبتبتدي الحفلة وجه الوقت على أنطوني انه يتقدم علشان يشوف الباب بتاعه، فهو بيتوتر جدا وبيمد ايده على انه عايز ميرابيل تكون معاه، فبتروح وبتمسك ايده وبيطلعوا على السلم. وهم طالعين ميرابيل بتفتكر اليوم بتاعها واللي حصل فيه وان الباب اختفى وما كانش ليها قدرة سحرية، فبنيجي لأنطوني وهو بيحط ايده على الباب فبينور بزيادة وبيجي طائر وبيتكلم مع أنطوني، فأنطوني بيفهم كلامه وبيتكلم معاه، فهو كده قدرته السحرية انه يتكلم مع الحيوانات. وبيدخل أنطوني من الباب السحر بتاعه بيلاقي جنينة مليانة حيوانات، فأهل البلد كلهم بيفرحوا جدا انه بقى عندهم قدرة زيادة هتساعدهم، فجدته بتيجي وبتقوله انها فخورة بيه، وبعد كده بيتصوروا كلهم صورة جماعية من غير ميرابيل. وبعد كده بنشوف ميرابيل وهي زعلانة جدا انها مش قادرة تساعد عيلتها ولا تخلي جدتها فخورة بيها وقد ايه كان نفسها تكون زيهم. وبعد كده بنشوف ميرابيل وهي قاعدة زعلانة بتشوف ان جدران البيت بدأت تتشقق وان نور البيت والشمعة بينطفوا، فبتجري بسرعة على جدتها علشان تقول لها، فالجدة بتكون في الحفلة وسط الناس، فميرابيل بتروح وبتقول لها، فجدتها بتستغرب
بتستغرب جدا وبيروحوا علشان يشوفوا ايه اللي حصل، لكن مش بيلاقوا اي حاجة. وبتحاول ميرابيل تقنع جدتها ان هي فعلا شافت اللي هي قالت عليه، لكن جدتها بتسكتها وبتقول للناس ان كل حاجة تمام وان البيت تمام وقوة الشمعة بتزداد قوة وانهم يكملوا احتفالاتهم. وبعد الحفلة ميرابيل بتحاول تقنع مامتها ان هي قالت اللي هي شافته وانها مش قصدها ان هي تبوظ الحفلة، فمامتها مش بتصدقها وبتقول لها انها بس محتاجة ان هي تنام وترتاح. لكن ميرابيل مش بتعرف تنام وبتقول ان هي هتروح وتشوف المكان ده تاني وتوصل للشمعة. فوهي بتقرب من الشمعة بتلاقي جدتها طلعت من عندها وبتتكلم مع صورة جوزها وبتقوله ان قوة الشمعة بدأت تقل وان العيلة بقت في خطر وانا قد ايه بقت خايفة. فميرابيل بتقرر انها تنقذ الشمعة، وبنشوف ميرابيل وهي رايحة تاني يوم لدونرز علشان تسألها لو كانت سمعت اي حاجة امبارح بالليل. فبتقول لها انا سمعت صوت لويسا وهي عينيها بترف طول الليل وان مفيش غيرها هي ولويسا اللي قلقانين في البيت على موضوع السحر، وبيروحوا علشان يفطروا. فبتبدأ ميرابيل تتكلم مع لويسا على موضوع السحر ده وانها ليه قلقانة منه. فالجدة بتبعدهم عن بعض وبتبدأ تقول لهم على الموضوع اللي هي عايزاهم فيه وان في واحد اسمه ماريانو جاي يتقدم لإيزابيلا. وبعد الاكل بتروح ميرابيل ورا لويسا وهي بتشتغل الشغل لاهل القرية وانها اكيد عارفة حاجة بخصوص السحر. فلويسا بتقول لها ان مفيش حاجة لحد ما ميرابيل بتعصبها، فبتبدأ انها تحكي عن معاناتها وان كله بيحملها فوق طاقتها وهي بتقوم بالشغل على اكمل وجه. فبعد ما بتخلص ميرابيل بتحضنها. فلويسا بتقول لها ان في الوقت اللي انت جيتي فيه امبارح وقلتي ان حصل تشقق في الحيطة انا حسيت بالضعف في قوتي. فبتقول لها طب انت عندك تفسير للي بيحصل ده؟ قالت لها لا معرفش، لكن انت ممكن تدوري ورا نبوءة برونو لانه قبل ما يختفي شاف نبوءة بشعة جدا وان ممكن يدوروا في الحاجة دي في الأوضة بتاعته بس من غير ما حد ما يعرف لان ممنوع اي حد يجيب سيرته اصلا. وفعلا بنشوفها وهي داخلة الأوضة بتاعته من غير ما حد ياخد باله وبتلاقي رمال نازلة كتير. فبتطلب من الرمال انها تقف لكن مش بتقف، فبتعرف ان تأثير السحر اللي في البيت مش بيأثر على المكان ده. فبتقرر انها تضحي وتدخل وسط الرمال علشان خاطر العيلة. وفجأة بتقع وبتدخل المكان بتلاقي فيه سلالم كتير، فبتطلع لحد ما بتوصل لآخر السلالم فبتلاقي باب وبتدخل منه. فالباب اول ما بتدخل فيه بيقفل عليها وبتلاقي قطع حجرية في الارض لونها اخضر. فبتبدأ انها تلمهم وبتحط 3 قطع جنب بعض وبتلاقي صورتها وبتبدأ تكمل لم باقي القطع والبيت بيكون بيتشقق عليها. فبتحاول تلمهم بسرعة وبتيجي علشان تخرج لكن الباب بيتقفل بس قوة الرمال بتفتحه وبتخرج هي منه. وهي خارجة بتخبط في الجدة ولويسا بتيجي وبتقول ان انا بعد ما خلصت كلام مع ميرابيل حسيت ان قوتي بدأت تنهار وبتمشي وهي بتعيط. فالجدة بتقول لميرابيل تبعد عن لويسا وما تتكلمهاش ابدا. وبعد كده ميرابيل بتروح لخالتها علشان تسألها عن اللي تعرفه عن برونو. فخالتها بتتعصب وبنلاقي ان السحابة بقت فوقيها من العصبية وبتقول لها ان احنا ممنوع ان احنا نتكلم عن برونو، لكن جوز خالتها بيقطع عليهم الكلام وبيدخل وبيحكي لها عن برونو وانه كان بيشوف المستقبل وبيقول لهم على حاجات وحشة وكانت بتحصل فعلا. وبالليل العيلة بتكون بتحضر عشان العريس اللي جاي لإيزابيلا وميرابيل بتكون بتجمع القطع اللي هي لقيتها وبتحاول تفسر هي ليه مش موجودة في نبوءة برونو. فباباها بيدخل عليها وبيشوف القطع فبتضطر انها تحكي له عن اللي هي عملته. فبيقول لها انها ما تحكيش لحد خالص عشان الليلة دي لازم تعدي على خير. وفجأة وهم بيتكلموا الباب بيتفتح وبتكون دونارس سمعتهم وهم على العشاء بتفضل بصلها علشان ما تتكلمش. واول ما عينيها بتختفي عنها بتلاقيها راحت علشان تقول لاخوها واخوها بيقول لباباها والاب بيقول لمراته وبتتعصب جدا وبتقول لاختها. وبكده العيلة عرفت واتفضحت ميرابيل. وفجأة ميرابيل بتشوف شرخ في الارض وبتحاول بسرعة انها تستعجل ماريانو وانه يتقدم لإيزابيلا. وكل ما بتشوف شرخ تاني بتحاول تداريه كأنها بتهزر معاهم والكل بيستغربها. وفي الوقت ده بيدخل حيوان وبيسرق قطع من جيب باباها. فبتفضل الحيوانات تسرقهم كلهم وتجمع القطع جنب بعض. فبتفقد لويسا قدرتها على الشيل وبتنهار وبتحكي دونارس لكل اللي قاعدين على اللي عملته ميرابيل. والحيوانات بتحط القطع قدام الجدة وبنشوف ان الحيطان بدأت تتشقق وعيلة ماريانو مشيوا. بعد كده بنشوف ميرابيل وهي بتجري ورا الفيران اللي سرقت القطع. فبيدخلوا ورا لوحة فبتدخل وراهم وبتلاقي اللوحة دي بتوديهم لمكان جوه البيت. فبتدخل جوه بتتفاجئ ان برونو موجود في المكان ده وبيجري منها. فبتجري علشان تلحقه لحد ما بيوصلوا الحفرة وهو بيعدي منها وهي بتقف لكن بتحاول تعدي بس كانت هتقع. فهو بيجي وبينقذها لكن هو بيقع وبنكتشف ان دي ما كانتش حفرة وانها ارض عادية. المهم بيقول لها ان ما كانش ينفع انها تشوف النبوءة دي خالص
كمان ان عمره ما سابهم وانه كان موجود في المكان ده مع الفيران. فبتبص من شرخ موجود في المكان ده وبتلاقي السفرة اللي هم بيقعدوا ياكلوا عليها، وقدامها ترابيزة بيقعد برونو ياكل عليها قدامهم لوحده. فبيقول لميرابيل ان القدرة السحرية بتاعته ما كانتش بتساعدكم، لا دي كانت بتضركم، فانا كان لازم اختفي علشان ما اذيكمش وانا بحبكم جدا. فبتبدأ تسأله وبتقوله طب ايه سبب وجودي في النبوءة بتاعتك، وانها لو هتضر العيلة فخلاص انا مش عايزة حاجة. فقال لها ان الوقت اللي انت كان المفروض تاخدي فيه الهدية وقدرتك السحرية، فجدتها قالت له انه يشوف السحر، فقال لها ان السحر فيه خطر، وانه شافها وشاف ان البيت بينهار وهو ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وبعدها هو مشي علشان لو حصل حاجة للناس هتقول ان هو السبب، بس اللي انا متأكد منه ان مصير العيلة متعلق بيكي انتي، بس مش فاهم ازاي. فقالت له حاول تشوف نبوءة تانية، وهو كان رافض جدا وقعدت تتحايل عليه، وبيقول لها انه هد المكان اللي كان بيعمل فيه النبوءات دي. وبنشوف انطونيو هو داخل بعد ما الفيران راحت قالت له اللي ميرابيل بتعمله، فبيقول لهم ممكن تستخدموا الأوضة بتاعتي، فبيقتنعوا وبيروحوا فعلا. وبتبدأ تحصل النبوءة بتاعت زمان، لكن بيزيد عليها ان قوة الشمع بتزيد لما ميرابيل بتحضن واحدة، ولما بتشوف هي مين بتلاقيها انها إيزابيلا. فبتتعصب ميرابيل وبتقول مفيش غير إيزابيلا لازم احضنها علشان قوة الشمع تزيد، واحنا الاتنين مش بنطيق بعض ومش متفاهمين ابدا. فبرونو بيقول لها ان مستقبل العيلة في ايدك انتي، وبيقول لها ابقي تعالي زوريني بعد ما تنقذي العيلة. فبتقول له ان احنا هنجمع تاني مع بعض لما انقذ العيلة، وبيدخل تاني على المكان اللي عايش فيه. وبنشوف ميرابيل وهي رايحة لإيزابيلا اوضتها وبتحاول تصالحها، لكن إيزابيلا بتكون رافضاها لانها شايفة ان هي السبب في انها تبوظ خطوبتها. فبتقول لها ان انت اميرة متكبرة جدا. فبتقول لها ان انا مش متكبرة، وان انا طول حياتي بحاول ابقى مثالية، وانها اصلا ما كانتش عايزة تتجوز ماريانو، لكن كانت هتعمل كده علشان مصلحة العيلة. وفجأة بتعمل صبارة وبتقول لها ان دي اول مرة اعمل فيها صبارة، لكن بتفرح بشكلها جدا. وبتبدأ هي وميرابيل يغنوا مع بعض وفي الاخر بيحضنوا بعض. فبتيجي الجدة وبتتعصب على ميرابيل وبتقول لها ان انت خليتي إيزابيل تنيل هدومها وتبهدل البيت. فبتقول لها ان انا بحاول انفذ المعجزة. فالجدة بتقول لها ان الشروق بدأت معاها وبرونو مشي بسببها، ولويسا بدأت تفقد قوتها بسببها، وان مفيش سبب انها ما اخدتش قدرتها السحرية، لكن اللي معروف ان وجودها بيأذي العيلة. فبتزعل ميرابيل وبتقول لها ان مهما احنا عملنا مش هتشوفي غير اللي انت عايزة تشوفيه، وان برونو مشي عشان انت شفتي الأسوأ فيه. فالجدة قالت لها ان برونو ما كانش مهتم بالعيلة. فميرابيل بتقول لها ان برونو بيحب العيلة وان الكل بيحب العيلة، لكن الجدة الوحيدة اللي مش بتحبها وهي اللي هتدمرها، وان اللي بيحصل ده بسببها. وفي الوقت ده البيت بيتشقق وبيطرد العيلة بره، الا ميرابيل بتعرف تاخد الشمعة والبيت بيحميها وهي طالعة، لكن الشمعة بتنطفي، واول ما بتطلع مامتها بتطمن عليها، وبعدها بتمشي ميرابيل وبتختفي، والعيلة كلها بتبدأ تدور عليها لحد ما الجدة لقيتها وبتلاقيها موجودة قدام النهر وبتعيط. فبتبدأ تحكي لها انها اخدت المعجزة في المكان ده، وان جوزها ضحى علشان هم يعيشوا، ومن وقتها اعتبرت ان المعجزة دي كانت الفرصة ليهم علشان يعيشوا، وهناك كانت بتعمل كل ده علشان تحافظ عليها. فميرابيل بتعرف قد ايه ان جدتها كانت بتعاني زمان، وبتقول لها ان كل حاجة هترجع تاني طالما هم مع بعض. وبتشوف الفراشة اللي شافتها لنبوءة برونو، واول ما بيحضنوا بعض بتيجي فراشات كتير، وبنشوف برونو والجدة بتحضنه. بعد كده بيرجعوا للعيلة وبيحضنوا بعض، وبتقف ميرابيل وبتقول لهم ان احنا هنبني البيت تاني مع بعض. واخوات برونو بيفرحوا انه رجع وبيحضنوه، والجدة بتقول لهم ان هم المعجزة الحقيقية ومش مهم اي حاجة تانية راحت. وبنشوف ميرابيل اللي خلت ماريانو يتجوز دونارس، وبنشوف اهل القرية لما جم يساعدوهم علشان يبنوا بيتهم من اول وجديد، وبعد ما بيخلصوا بنى البيت بيعملوا مقبض الباب بحرف ام وبيدوه لميرابيل علشان هي اللي تفتح الباب اول واحدة. واول ما بتحط المقبض في الباب بينور والبيت بيرجع تاني بسحره، وكل واحد بيرجع له قدرته السحرية تاني، وبيفرحوا جدا، واهل البلد كمان بيفرحوا وبياخدوا صورة مع بعض. وبكده يكون انتهى فيلمنا بتاع النهاردة. لو وصلت معانا لغاية هنا يبقى اكيد الفيلم عجبك. ما تنساش بقى تعمل لنا اشتراك في القناة علشان يوصلك كل الجديد اللي هننزله، وما تنساش اللايك والشير والكومنت، وتكتب لنا رأيك تحت في الكومنتات، وتقول لنا عايز الفيلم الجاي يكون عن ايه. سلام.